ل20 طفل او ل20 ولد وعايشين عندك في مزرعة، هذول ال20 طفل او ال20 ولد. هنا ابسط لك الصورة النمطية لتأثير المخدرات على المجتمعات. قلت له لو انت عندك فيلا فيها 20 شخص او 20 ابن كلهم منتجين، يصحوا الصباح بدري يزرعوا ويحصدوا ويخلوا بالهم من الانتاج الحيواني، وبيتك شغال ما شاء الله، قاعد تنتج فواكه وتبيع وقاعد تاكل وقاعد تشرب وامورك تمام. بس عندك 3 مدمنين، ينام النهار وينام الليل وممكن ينام بال6-7 ايام، ولو صحي عنده هدفين: اما انه يرهب ويبهدل ال 18 شخص او ال 17 شخص المنتج عندك في هذه الحديقة او في هذه المزرعة، او انه يحاول يجره الى دائرته عشان يقول له انا ممكن اخذ الفواكه حقتك، اسرقها، اشتري هذه البضاعة فاهم؟ فانت كل ما انسحب واحد الى مجموعتهم، كل ما يسحب شخص لهذه المجموعة المدمنة، انت قاعد يقل عندك قوة في الموارد البشرية اللي موجودة عندك، اللي انت معتمد عليها في اقتصادك. اذا واحد ادمن قل الانتاج حق الناس الصالحين اللي عندك، ولو واحد ادمن ممكن يعرضك لخطورة جريمة في الناس الصالحين اللي موجودة عندك، اللي قاعدة تنتج وتسهم في رفع مستوى المعيشة داخل هذه المزرعة الحديقة. تخيلها كده على نفسك. فبالتالي لو انت صاحب هذه المزرعة ما عندك مشكلة انك تضحي بهذه الفئة تماما، تخرجهم، مقابل انه الفئة المنتجة عندك يعيشوا في سلام بعيد عن أوبئة هذه المخدرات. ليش؟ عشان تحافظ على إنتاجك وعلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة. سألته قلت له الآن بعد ما بسطت لك الصورة الأبسط صورة، هل تأخذك رأفة أو رحمة في من يتعاطى هذه المواد المخدرة وإنك ممكن ما تبلغ عنه أو تتستر عليه لا قدر الله؟ قال لي لا، بالعكس، حكون أول النابذين له وإني أخرجه من بيتي أو من مزرعتي الصغيرة هذه عشان يستمر الإنتاج عندي. ولذلك لا تتردد في 955 إنك تبلغ عن أي مدمن حتى لو كان أخوك، أو أي متعاطي حتى لو كان أخوك. نتاج التشريعات الصارمة في بلدنا حفظها الله من أو على يد المؤسس الملك عبد العزيز غفر الله له بإذن الله، إلى سمو سيدي سلمان بن عبد العزيز، إلى سمو سيدي محمد بن سلمان، في صرامة اتخاذ القرارات والقوانين ضد أي مدمن أو مروج. إيش النتاج لهذه العملية الصارمة؟ النتاج إنه أنا شخص، أنا اليوم كعلي عنبر عشت في بريطانيا سنوات، مشيت أوروبا مدينة، قطعت أمريكا ولاية، والله ثم والله، عشان لا يقول الواحد يبغى يمدح بلده، وإن مدحنا بلدنا فهي تستاهل، هي مفخر. والله ثم والله، مانشستر، رugby، ليستر، ووريك، بيرمنغهام، نوتنغهام، بلاكبول، إلى تمشي إلى أدنبرا، إلى برايتون في الجنوب. أتحداك في جميع مدن بريطانيا العظمى على قولتهم، أتحداك إنك تقدر تنزل السيتي سنتر أو الداون تاون الساعة 11 في الليل. أتحداك تحدي كل هذه المدن اللي أنا ذكرتها، أتحداك تنزل الداون تاون الساعة 11 في الليل وتمشي بأمان. أتحداك في بريطانيا العظمى. أمريكا، أتحداك في أمريكا، شوف بريطانيا قلنا الساعة 11، في أمريكا إنك تروح كاليفورنيا، لونج بيتش أو هولوود، في هذيك